ممكن واحد ايس كريم في بسكوت مش في كوبايه يكون بدايه لعلاقه حب تكمل لسنين. من الرسائل المبهجه اللي جت على الانبوكس واللي صاحبتها كانت حابه ان كل تفاصيلها تتحكي زي ما هي، رساله ريم. ريم بنت مصريه عندها 25 سنه، بتقول ان هي خرجت مع والدتها وسط البلد قبل العيد من حوالي 4 سنين علشان يشتروا شويه طلبات بقى بتاعت العيد، لبس العيد والكلام اللي زي كده. وهم موجودين هناك استغلوا الفرصه وكانوا يشتروا كحك برضه. كانوا موجودين جنب حلواني مشهور جدا جدا، معظم الناس بتشتري منه من وسط البلد. فايه قالت لي تعالى ناكل ايس كريم من نفس المحل ده. راحوا عشان ياكلوا ايس كريم، حجزت الورقه الورقه بتاعت الحجز بتاعت الدور بتاعها، وراحت بتدي الورقه يعني هي بتدي الراجل الورقه، وفي واحد مد ايده في نفس اللحظه برضه. فواحد شاب بتبص كده لقيت واحد شاب لطيف، فلما شافها ان هي ادت الورقه راح راجع قال اتفضل اتفضل انت الاول، اتفضل انت الاول. تمام، حركه ذوق، شاب لطيف، حركه ذوق، ماشي. خدت الايس كريم بتاعها هي ووالدتها وراحت قعدت على الكراسي الخشب اللي بتكون موجوده قدام المحل الحلواني ده يعني في وسط البلد. قعدت فببص كده على يمينها لقيت الشاب برضه جايب 2 ايس كريم وبيدي منه لوالدته، بيدي التاني لوالدته. فلفت قوي نظرها اهتمام الشاب بوالدته، عمال يبوس على دماغها، بياكلها واحده واحده. هي عيني عشان عندها ظروف صحيه صعبه شويه وكبيره في السن، فعمال يمسح لها بقها بالمنديل لما بتدلدق ايس كريم عليها، وبيضحك وبيهزر معاها كانه بيتعامل مع طفله. فعجبها قوي المنظر وقعدت تتفرج عليه هي ووالدتها، ومعجبين جدا بالولد ده وباخلاقه وبمحبته لامه يعني. عدت الايام، خلص عيد الفطر، جه بعدها عيد الاضحى، نزلوا برضه عشان يشتروا هي ووالدتها. تكرر نفس الموقف بالملي، شافت نفس الولد برضه بيجيب ايس كريم وقاعد بياكل والدته. الراجل ده ايه ده، ايه الواد الجدع قوي ده. عدت الايام اكتر واكتر واكتر يعني، جواها شعور، هي بتقول حصل وقتها ان انا بقى جواها شعور كبير جدا عايز اتعرف عليه. مع ان انا متربيه والله وبنت ناس وكل حاجه وعندي اخلاق، بس عايز اتعرف عليه، بس مفيش فرصه اتعرف عليه ازاي يعني، وهفرض نفسي عليه ازاي. لغايه ما مرت سنه، ودي حاجه بتحصل بقى معجزه من المعجزات يعني. قالت بعد كده متعمده لما انزل انا ووالدتي نروح عند المحل بتاع الايس كريم ده نجيب ايس كريم يمكن نشوفه. ما بقتش تشوفه شهر 2 3 4 5 6 سنه كامله ما بتشوفوش. جت بعد كده نازله هي ووالدتها برضه بالصدفه، راحوا معدين جنب المحل، فراحت شافت الشاب ده واقف بيجيب ايس كريم برضه. بس كان باين عليه ان هو كبر، تحس ان يعني السنه دي كبرته في عمره زياده يعني، كبر كده مبهدل في هدومه سنه. فانبسطت لما شافته، قعدت هي والدتها على جنب وتابعته يعني. لقيته راح جايب 2 ايس كريم، رجع راح عشان يقعد على الكرسي الخشب، والدته مش موجوده. ففهمت يعني بذكاء المصريين المعتاد ان والدته توفت، باين حتى على ملامح الولد يعني. راح ماسك الاثنين ايس كريم وراح مديهم لواحد ست كده غلبانه قاعده على الرصيف هي وبنتها، وقعد على الكرسي لوحده. فوقعد زعلان باصص في الارض كده يعني. فتحس كده كانه كان بيفتكر والدته الله يرحمها. بتقول لا اراديا لقيت نفسي رحت قمت ورحت قعدت جنبه. مساء الخير، ممكن اتكلم معاك؟ هو اهلا وسهلا، هو طبعا نسيها، هو ما يعرفهاش اصلا، مش في دماغه يعني. هو الولد على فكره اسمه مؤمن بالمناسبه. فبتقول له انا ريم. قال لها اهلا وسهلا. قالت له هي طنط فين؟ فراح بص في الارض وعينه دمعت، فهمت ان هي توفت. قعدت تتكلم معاه وقعدت تقول له إن ده قضاء ربنا وين. قعدت نص ساعه وطبعا والدتها مستغربه ايه ده، انت ايه مين رايحه تتكلمي معاه؟ فقعدت تتكلم معاه وحصل بينهم ايه، حصل بينهم يعني الكونتاكت اللطيف ده اللي بيحصل لما تلاقي حد كده فتح لك قلبه مره واحده وجالك في لحظه ضعف. تمر الايام، تستمر المعرفه بين ريم وبين مؤمن فتره، يتعرفوا يتقابلوا بعد كده مره تانية صدفه، وبعد كده ياخدوا ارقام تليفونات بعض ويتعاملوا ويبقوا ايه، يبقى كده في مؤمن بيقول لها انا راجل دغري وصريح وبحب دايما ادخل بيت من باب وانا عايزك اتقدم لك. راح اتقدم لها. آآ آآ اتنين مخطوبين، بدات معرفتهم هما الاتنين بجمال ولطف وحوار دافي زي اللي حصل ده. طلبت منه طلب واحد بس، وهو طلب منها نفس الطلب. قال لها انا مش عايز نزعل من بعض، ممكن نخلي انت جيتي لي في اصعب لحظه موجوده في حياتي، وده موقف عمري ما هنساه لك، وده سبب محبتي ليكي. تعالي نتفق اتفاق، ممكن عصبيتنا وظروفنا المحيطه بينا والناس اللي حوالينا ما يكونوش سبب في ان احنا نطلع زعلنا على بعض. يعني نطلع يعني ما بقاش غضبان من حاجه تانية واجي اروح مطلع همي عليكي انت. ونفس الكلام بالعكس. قلت له خلاص اتفقنا. اتفقوا فعلا على الموضوع ده وفضلوا مخطوبين 3 سنين. بتقول حصل موقف بعد كده، اتخانق هو في مره مع مديره، فانا بكلمه بحاول اهديه فراح زعق فيا وراح قافل السكه في وشي، كان في محافظه تانية يعني. فبتقول ايه ده انت ليه كسرت وعدك يا مؤمن، هو ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ ففوجئت ان الكلام ده كان الساعه 10 بالليل، وهو كان موجود في محافظه في الصعيد وهي في القاهره. جه من شغله مخصوص فركب قطر وجه قبل الفجر بشويه، راح متصل بيها وهو واقف تحت البلكونه زي الافلام كده اهو. قال لها ما كانش ينفع النهار يطلع وانا من غير ما اعتذر لك، انا كسرت الوعد اللي بيني وبينك، انا بعتذر لك وعدك ان ده مش هيتكرر تاني.
ريم بتقول انا في اللحظه دي عرفت ان انا اخترت راجل بجد، واخترت شخص محترم، واخترت شخص ما بيخليش ظروفه الخاصه تحكم على علاقه حبنا. احنا اخترنا بعض في لحظه ضعف زي ما مؤمن قال، وكملنا وهنكمل اكتر كمان لما نتجوز، علشان علاقتنا اتبنت من الاول ومن البدايه صح، ولما خلينا علاقه حبنا بعيد بمنأى عن اي ظروف ممكن تعطلها. انت بتحبني؟ تمام، يبقى المفروض اكون عندك مش زي الباقيين، وفي المقابل هتشوف مني اللي الباقيين عمرهم ما هيشوفوه، من سند ودعم وعون وقت ما تكون محتاجني. ما دمنا حبايب يبقى لازم علاقتنا يكون فيها اوبشنز زياده عن بقيه الناس تميزك عندي وتميزني عندك. مفيش حد فينا ما بيتعرضش لضغوطات، او ما بتجيلوش لحظه بيفقد فيها السيطره على اعصابه في اي مكان وفي اي زمان. بس اللي مش طبيعي ان لازم في حياه كل واحد فينا يكون في واحد على الاقل بعيد وبره المعادله دي خالص، يستحق ان هو يتعامل معامله مختلفه في اصعب الظروف وفي ازنق المواقف. شخص لو اختصيته هو كمان هيختصك، وهيبقى اول ايد تحوش عنك في وقت الصعب. ايه ده؟ وهو ساعتها هيستحملني ومش هيمشي زي التانيين؟ طبعا. ومين قال اصلا ان هو يشوف الكسره بتاعتك ان هي عيب؟ ده هو الوحيد وقتها اللي هيكون كده زي ما الجمله الدارجه بتقول ان اعوجاج الغصن ليس كافيا لان يهجره العصفور. كل عصبيتنا ونرفزتنا وخروجنا عن المألوف لازم تقف عند شخص واحد على الأقل نقدر نقول له بقلب جامد إلا أنت.